تم اعتقالي من قبل أجهزة الأمن في حلفة آنذاك، وأنا في الصف الأول أو الثاني الثانوي تقريبا. ولكن يعني الصورة تمت كالآتي. يعني اعتبروني أنا صاحب دعوة جديدة والطلاب ملتفين حولي، يعني كان حاجة غير عادية. وبرضه ما كنا بنختى، يعني برضه زول يعترف كنا بنتكلم في الحكومة وبنتكلم في الأشياء زي دي يعني. من باب فبالتالي النصح ما كان الكلام ما يعني. لا كان طبعا كده يعني. حديث. وبعد ذاك قام الناس الامن قالوا اللي اعتقلوني. نعم. فمدير المدرسه رجل واعي وعاقل جدا اللي هو استاذنا عبد الله محمد خير القاضي. نعم. فقال لهم يا اخواننا شوفوا، اول حاجه انتوا بالنسبه لكم ذاته ما صحيح تيجي تعتقلوا الطالب، والله تقلبوا الدنيا دي كلها. نعم. يا اخي انا بجيبه لكم في مكاتب الامن أي. تستجوبوه وتتناقشوا معاه وارجعوا انا في عربيتي. نعم. فركبني في عربيه المدير. مدير المدرسه عنده عربيه كده كان ما شاء الله يعني سمحه كده بوكسي. بوكسي يعني قمره واحده. أي. ساقني بالعربيه وداني مكاتب الامن ودخلني ليهن. بعد ذاك الضباط قالوا له اجلس برا، جلس برا وقعدت اتناقش معاهم جوا وهددوني وانا شاكرتهم. نعم. قلت لهم ده ما فكر وانا عندي راي مين بتناقشت نقاش شديد. وفي النهايه قالوا لي خلاص امشي. عرفوا وجهه نظري وعرفوا انه انا بريء، يعني انه انا يعني عندي توجه وما ما عندي اشكال. المعلومه اللي كانت عندهم صححت عليهم. صحت عليهم. بعد ذاك المدير شالني في عربيته، مشينا لقينا المدرسه تكاد تخرج الى الشارع مظاهرات متاهبين عليه. متهيبين. الحمد لله بعد رديناهم